الحفل الكريم كلمة السيد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل ما أبدأ كلمتي أود أن أسجل أسفي على أن الشمس اللي هي الحقيقة شديدة شوية، لأن كان المفروض أن احنا نبدأ الساعة 3 ولكن نتيجة لتأخير فحصل أن احنا تأخرنا، فمعلش برضو دي حاجة تدينا قوة وعزيمة للمستقبل. الحاجة الثانية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد الرئيس محمد مرسي على الكلمات التي أولى بها القوات المسلحة في خلال خطابه بجامعة القاهرة، فجزيل الشكر له. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، السادة الحضور، في حياة شعبنا العظيم أحداث كبار ستظل خالدة لا تنسى، تستلهم منها الأجيال أسمى القيم والمبادئ الوطنية بعد أن سطرت في سجل تاريخنا الوطني صفحات مجد وفخار. ويبرز من بين هذه الأحداث تلك اللحظات التاريخية من مسيرة الوطن، وهذا اليوم العظيم في حياة شعبنا بعد أن قال كلمته بكامل إرادته واختار السيد الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية في انتخابات حرة نزيهة، متمنيا لسيادته التوفيق في مهامه في حكم البلاد. لقد شهدت مصر مرحلة تاريخية مهمة في تاريخها، حيث قامت ثورة 25 من يناير 2011 التي طالب فيها الشعب بمطالب مشروعة، فكان قرار القوات المسلحة المصرية الانحياز لإرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ووقفت إلى جانب ما اختاره شعبها، وحملت مسؤولية إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية غاية في الصعوبة، وستقف مع الرئيس الجديد المنتخب من الشعب. ومع اللحظات الأولى لانطلاق هذه الثورة صانت القوات المسلحة للوطن مؤسساته وممتلكاته العامة والخاصة، ورعت مصالحه العليا، وعملت على تأمين البلاد وحمايتها من محاولات المساس بها أو بأمنها القومي. لقد أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. مضينا في تحمل مسؤولية إدارة شؤون البلاد، واثقين في القدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها، مؤيدين بعزم كل المصريين وتصميمهم على الحفاظ على سلامة الوطن، واضعين مصر وأمنها واستقرارها فوق كل اعتبار. كنا على وعي كامل بما يواجه الوطن من تحديات في الداخل وما يواجهه على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكانت لدينا القدرة والاستعداد لمواجهة هذه التحديات. أسهمنا بدور فاعل في تجنيب الوطن كثير من العثرات التي عاشها على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بقيام القوات المسلحة بكونها طليعة قوى الدولة الشاملة بالمشاركة في حفظ الأمن الداخلي وتأمين المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، وتأمين كافة مراحل الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها المقررة. لقد قدم رجالها نموذجا فريدا في الولاء للشعب والوطن، متفانين في أدائهم لواجباتهم، متحدين لكثير من الصعاب مهما بلغت، مؤمنين بأن مصر فوق الجميع. وفي هذا الإطار فقد أوفينا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الله والشعب، وأصبح لدينا رئيس منتخب تولى مقاليد حكم مصر بانتخاب حر مباشر يعبر عن إرادة المصريين. إن مصر تعيش ميلادا جديدا لدولة ديمقراطية حديثة السيادة فيها للشعب، ولقد آن الأوان لندع الماضي خلفنا آخذين منه العبر والعظات والدروس المستفادة. ستظل مصر وطنا عزيزا على كل المصريين بإذن الله،
وسيظل أمنها القومي وسلامة أراضيها فوق كل اعتبار. تحميها قوات مسلحة وطنية قوية بشجاعة رجالها وبسالتهم وإيمانهم المطلق بأنهم جزء أصيل من شعب مصر العظيم يبني مجدها وحاضرها ومستقبلها أبناء مخلصون شرفاء. بكل الإعزاز والإجلال أوجه التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة وثوار 25 من يناير الذين جادوا بأرواحهم فداء ليوم ارتفعت فيه رايات العزة والكرامة على الأرض المصرية. أقول لرجال القوات المسلحة المرابطين فوق كل أرض مصرية دفاعا وصونا لقدسية تراب الوطن وحماية لشعبه معتزين بانتمائهم لهذا الشعب العظيم، أقول لهم إنكم أبناء كل المصريين، تحملون في أعناقكم الأمانة المقدسة التي كلفكم بها الشعب بكل الصدق والإخلاص والتفاني. لقد سطرتم في سجل تاريخنا والوطن صفحات مجد وفخار. لقد كان أسلافكم خير الأجناد يوم خاضوا معارك 6 من أكتوبر واستردوا الأرض والعزة والكرامة بتضحياتهم وبطولاتهم واستبسالهم، وإنكم على الضرب سائرون معتزين بشرف انتمائكم للعسكرية المصرية العريقة، مؤمنين بأن الدفاع عن أرض مصر وحماية شعبها واجبكم المقدس، تحملون أمانته بكل الشرف والتضحية والفداء، مؤكدين أن القوات المسلحة هي درع الوطن القوي وحصن الشعب المنيع وملجأه وملاذه. هكذا كنتم وهكذا ستظلون. فتحية لكم في هذا اليوم العظيم وتقديرا واعتزازا لكم وبكم على ما تحملتوه وما عانيتموه بحفاظكم على أرض مصر وشعبها وأمنها القومي وبذلكم من أجل أمنها وسلامها كل غال ونفيس. تحية لشعب مصر العظيم الذي أصل أسمى معاني الوطنية وأنبل صور التضحية في سبيل مجد مصر وعزتها. السيد رئيس الجمهورية، نعرف أن الطريق لا يزال صعبا وطويلا، ونحن على يقين أن مصر تمتلك من المقومات ما يحقق طموحها من تراث حضاري وحيوية شبابها وعزيمة جندها ووسطية إسلامها التي تضمن وحدتها الوطنية. وفقكم الله ووفق مصر وشعبها إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أتقدم للسيد رئيس الجمهورية بأغلى ما نملك كقوات مسلحة، وهو درع القوات المسلحة. وتطلق المدفعية 21 طلقة. تحية للسيد رئيس الجمهورية.
وكان في سماء العرض ومن جهة اليمين طائرة هليكوبتر شينوك حاملة علم جمهورية مصر العربية.